السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين النهاردة كده يا جماعة، احنا ناويين نفرزن البامية. نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعمل لايك ونعمل شير ونعمل كومنت حلو. كل الحاجات ديت بتساعد على رفع الفيديو، وانتوا فاكرين كده وانا مفكراكم. اللي يقدر يعمل حاجة خير يا جماعة يعملها، وديت برضو حاجة بتساعدنا ان احنا نوصل. وبنتعب علشانكم والله. زي ما انتم شايفين كده، وبنحاول نجتهد ان احنا نوصل للي ينفعكم وينفعنا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، انا خلاص دي اخر حاجة بقى في فرزنة البامية. هنقفلها كده كويس، وهنشوف بقى الخطوات ان شاء الله. خليكم معانا، لان في تكات كتير هتحافظ عليها تخليها تطلعيها من الفريزر كأنك لسه جايباها من ايد الفلاحة. هتحطيها في الحلة وهي مجمدة على طول. بيبقى حاجة سهلة جدا. بنحتاج نعمل طاجن بامية باللحمة الضاني في رمضان، حاجة كده. يا رب دايما يعود عليكم الأيام بخير يا رب. جبنا البامية بقى. المفروض انها كانت المفروض تبقى اصغر من كده، لكن خلاص الموسم بتاعها قرب يخلص فلحقنا نفسنا. دول 5 كيلو بامية. عاملة الحلة ديت مخصوص علشان نعمل فيها الحاجات اللي هي بتتفرزن وبتتخزن. حطيت معلقة من السكر ومعلقة من الكربونات او كربونات الصوديوم، ونص كوبايه صغيره من بتاعه القهوه ديت من عصير الليمون. كلها مواد حافظه يا جماعه. وهنحط الباميه على طول في الميه اللي بتغلي، ونقلب تقلبتين يا دوب، مش اكتر من كده، يعني يا دوب نص دقيقه. وبعدين نكون محضرين ميه بتلج كده. هنطلع الباميه على طول ونصفيها على الميه المتلجه دي، ودي طريقه بسطره. يبقى انا عندي هنا الكربونات، وعندي السكر، وعندي الليمون، وعندي نطلعها من الميه اللي بتغلي نحطها في ميه متلجه. دي كلها اساليب فرزنه بتحافظ عليها وبتخليها تعيش من السنه للسنه عندك في الفريزر، من غير ما تغير لون، من غير ما تغير طعم ولا اي حاجه. بتفضل جميله وزي الفل كده. هنصفيها كويس جدا جدا جدا. لو عايزه تشطفيها شطفه اشطفيها عشان تتخلصي من اي ماده لزجه فيها. وبعدين بتحطيها دايما لما بتيجي تغسلي الباميه بتلاقيها فيها ماده لزجه كده. افضلي ادعكي فيها كتير تحت الميه الساقعه، هتلاقيها تتخلص من الماده دي. ولو انها هي ماده مفيده فما تتخلصيش منها قوي يعني. هنعبي بقى في اكياس كده متساويه. هم دول زي ما قلت لكم ما شاء الله 5 كيلو. هنعملهم في 5 اكياس. الوجبه كيلو. طبعا بعد ما بيتقمع او بنشيل منها الاجزاء اللي بنشيلها دي، بتكون قلت عن الكيلو، حوالي كيلو الا تمن كده ولا حاجه. زي ما انتم شايفين كده، حطيناها في اكياس وفرغنا الهواء كويس جدا وقفلناها. انا كنت هحطها في اكياس محكمه القفل، لكن لقيتها خلصت. حطيتها في الاكياس دي وربطتها كويس. بتبططيها كده علشان ما تاخدش مساحه وحيز في الفريزر. كل سنه وانتم طيبين. اعملوا كل حاجه في البيت. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه